كل مكان عبر بلجيكي والمغربي. صفر ايضا ضربه البدايه، ولكن تيبو كورتوا التي حقق التعادل امام الكروات بانه المنتخب المغربي عنده، ولكن ليست بالمستويات اضافه الى منتخب كندا في قطر وكل الجماهير. سلامات هنا يوسف انصيري يتعرض الكره بين يابونو، اخرج يابونو، صعبه هذه الكره. ذلك في الكرات العاليه الراسيه خطيره، الراسيه، وبعد ذلك في الكره للمنافس دي بروين يحاول المرور وفي الانتظار. هنا الكره ترفع في نهايه المطاف، مرفوع الكره، كميه صعبه ديال الدقائق. الكره منتخب الكرواتي في المباراه الى جانبي يلعب كاس العالم مره اخرى. فيرتا في نهايه الكره، زياش رايح جوياي وسط على جهه تلعب هذه الكره، كره محمدي بالالوان الخضراء، وامام واحد من المنتخب البلجيكي اكثر. لماذا لا تلعب على الامام خاصه اللاعبين؟ في ازار وصلت الكره لموني بوفال الحقيقي، يحاول يمر واحد ضد واحد، فيها امكانيه تسديده على انصيري. كورتوا اضغط يقي، وقف الكره حذريه دفاعيه لبوفال الذي رجع اجواء وكانك في كازا، انك في نادي تشيلسي. وزين على مستوى الدار والوقوف في ارضيه الميدان 66 عالم، ولكن ان شاء الله اخذ على مرابط هو ارجاع الكره وبالراس وخطيره، واضح نعم في دفع ممتازه، لكن تاخر انصيري بالاطراف لان الجهه اليمنى في انتظار العرضيه. ممكن العوده لاملاح والتغطيه لاملاح، رجعت مره اخرى مغربيه أناحي يعيد اللاعب ألدرفيريل محمدي. صفر ممكن الخطا يا بوفال، حول الى هجمه طيله محمدي في الايسر، وهذه صعبه يلعب لألدرفيريل كيرين دي بروين. ذلك قلت الاخطاء، مرابط يلا يا مرابط يلا رويني وفيد اذا مونيه في التسلل كبير ان يلعب اليوم، لانه المغربي ان يواصل ضغطهم على عمليه الضغط على ازار. وسط لموريس من ابعد الكره وحاكج التاهل ان شاء الله الى الدوري القادم. في الكنترول، زياش في المرور وسط الميدان، وباتشوي بوفال يغير تماما. تقدم يا زياش، عندك بوفال يا تناديك يا زياش، الشباك تناديك يا زياش. تشيك جول، لا وينو التسنتيكي مشاهدينا الكرام. ومع الاسف الماضيه عموما، مع الاسف الحكم يرفض الهدف الماضيه عموما. الكلام يطول والحديث في الاستوديو التحليلي مع الزميل ايمن جاده. اليك ايمن جاده. يتواجد فيها الممثل العرسي بونو في عديد المناسبات في وسط الميدان. اونانا تايمينغ الخروج كانت كافي، فيها صافره ام لا؟ فيها سايس هنا الانطلاقه، زياش الشوط المباراة الثاني. هنا الكرة ترفع بالراس، لكن مرت عالية دون خطورة على مرمى الحارس منير المحمدي. الكرة عملية وحدة ممتازة، مميز عندك زياش وفيتسيل. Y ahora se Mazraoui retrocedió. Buffal para pegarle en cualquier. Salió Cázar y después Vertonghen. Y la salida de Auer. Se cruzó. Siempre peligroso Buffal. Puede entrarle. Buffal. Pasó cerca la. Quiere salir Bélgica. Witsel. Jugando con Anderweireld. Se dio para Mazraoui. Retrocede Mazraoui. Se desvió para De Bruyne. Puede quedar para Mertens. Más Buffal. Buffal, uy, extraordinario Buffal. Hay otro centro de Hakimi, Buffal por lo bajo, le empieza a correr De Bruyne y Bélgica puede tener el primer tensura, dos tiro al arco, el rebote de Munir. Hakimi para limpiar la acción. Está lindo el segundo tiempo. Para el centro, está dominándola. Puede venir el remate, que esa pelota vino para que la tenga Hazard. Fue seguido de Tielemans. Empieza a correr De Bruyne. Otra buena acción de Buffal. El arco. Esta va a ser de Marruecos. Muy bueno, pero mejor que el de siguiente. Con el remate. Cantidad de victorias. A cualquier momento Lucas Trossard. No tiene menos de una hora. Centro por intermedio de Mertens. Berton.
Por Hamdallah. Para Mertens. Jugó, salió Lukaku. Sí. En tremendo arquero. Ziyech. Atención que Marruecos busca el sol libre de Sabiri. Vertonghen. Se fue. Portens. Salida por intermedio de ese peligroso. Piquet. Cualquier momento vendrá al centro. Está con el balón. Hamdallah siendo marcado. Moverse. Hamdallah espera el pase por debajo. ¡Gol! ¡Al-Klal! ¡Gol!